السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. والله يا جدعان يعني أنا لما نزلت الفيديو اللي فات بتاع الأسئلة شفت رد فعل الناس وتجاوبهم معايا والكومنتات، والله الحاجات دي ساعدتني جدا. مبسوط بيكم جدا والله لا، مبسوط والله يا جدعان، والفيديو عمل شغل حلو يعني. والله أنا مع إني عارفين يا جدعان الفيديوهات في ناس كتير معدياني بكتير قوي، سابقاني بكتير، يعني الفيديو بيجيب مشاهدات وناس تعرفهم اكتر، بس ايه، الحمد لله الواحد راضي بقليل وكده. بس مبسوط بيكم والله. قبل ما تبدا الفيديو عايزين نوصل الفيديو ده يا جدعان ل 1000 لايك. لو طلبتها تعرفوا تعملوها، والله اتمنى، والله بجد اتمنى. طيب انا حاطط امال بعيده يعني، فلو جاب 1000 لايك يبقى زي الفل. وطبعا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتشترك في الجيف اواي اللي هيتعمل السحب عنه يوم 10/9 ان شاء الله. هنعمل سحب بث مباشر لايف معاكم، علشان يبقى المصداقيه بقى والناس ما تفتكرش ان احنا مكوسينها بقى. وانا عايز اقول لكم ان في ناس كتير اغرتني، يعني اديك نص ثمن العجله وادينا احنا الهديه. بس لا يا جدعان، الشفافيه والمصداقيه رقم واحد في القناه. في بدايه الفيديو بحب اشكر محمد المصري ان هو اداني العجله واجربها واعمل عليها ريفيو. فاللي ما يعرفش محمد المصري ان هو حبيبنا وجدع معانا يعني، ولما رحت له عمل معايا عرض حلو قوي. اي حد هيروح ياخد العجله منه هياخد خصم 300 جنيه على العجله دي. العجله دي تتباع في مصر من 4200 4300 لحد 4500 جنيه شفتها. هو بيبيعها عنده ب 4300 جنيه تقريبا او 4200 وشو. المهم يعني هيدينا خصم 300 جنيه على العجله دي لما تروح تشتريها منه وتقول له ان انت جاي من القناه عندي. نرجع بقى لمراجعه عجلتنا النهارده. الفيديو ده يعتبر رأيي الشخصي. انا ما فيش حد قال لي قول اعمل فيديو على العجله ديت او روح على العجله ديت او اداني مثلا فلوس او قال لي اعمل لنا اعلان على العجله ديت. لا، الفيديو دوت عباره عن رأيي الشخصي الكامل في العجله اللي انا هراجعها لكم النهارده، الجالاكسي ام 50. تمام. الصراحه العجله دي اول ما شفتها يا جدعان خطفتني كده بجد. اللي يعرفني عارف ان انا بحب العجل الماونتن، ومش اي عجله تخطفني كده الصراحه يعني. فالعجله دي خطفتني والله يعني. لو جالاكسي دفع لي فلوس انا مش هقول في حقها الكلام ده النهارده يعني. فنبدا بقى. مبدئيا العجله جالاكسي ام 50 العجله 50 الماونتن ديت تعتبر افضل عجله في السوق، قيمه مقابل سعر. يعني ايه؟ دلوقتي انا لما بنزل اشتري عجله اروح ادور انا معايا 5000 جنيه. طيب في عجله ب 5000 جنيه نوع كذا، وفي عجله ب 5000 جنيه تاني نوع كذا، ديت مقدمه لي امكانيات اكتر من ديت، يبقى اللي مقدمه لي امكانيات اكتر ديت القيمه مقابل السعر. فانا بدور على احسن قيمه في احسن سعر انا حاطه. تمام، يعني افضل قيمه لافضل سعر. طيب نيجي بقى نقول مواصفات العجله ديت. العجله دي بتنزل ب طارات 26 و27 ونص و29. اللي انا شفتهم بعينيا 27 ونص و29، مش عارف 26 موجوده ولا لا. تمام. هتقول لي حد هيجي يسالني هل مقاسات الطاره بتفرق في حاجه في الوزن او في الطول او اي حاجه؟ فرقش خالص، فرقش تماما. احنا قلنا بتفرق لو كانت في الفيديو اللي فات، قلنا بتفرق لو كانت طاره 26 تحكم اكتر، 29 سرعه اعلى وتحكم اقل، 27 ونص تجمع بين الاثنين. فانا افضل 27 ونص. تمام. ايه القيمه اللي العجله دي بتقدمها لنا مقابل سعرها في السوق؟ اول حاجه العجله بتيجي ب 30 سرعه. مفيش عجله جت بالعدد السرعات ديت، 10 سرعات ورا و3 سرعات امام، غير عجله ترينكس ام 1000 ديت. اول ما نزلت برضو الكلام كان عليها كتير والدنيا كانت هاصت عليها ولاصت، بس المشاكل بتاعت العجله الام 1000 دي كترت قوي. ناس كتير قالوا ان الجشمات فيها تعبانه، الفرامل فيها مش قد كده، البتاع مش قد كده. انا لما جربتها الصراحه ما عجبتنيش. تمام. انا جربت العجله الجالاكسي ديت، هي بصوا عجبتني بس مش قوي يعني. لما شفتها عجبتني جدا، لما جربتها الانحدار ده، الفرحه والحب ليها نزل شويه. انا اقول لكم ليه بعد شويه، بس نكمل مواصفات العجله. العجله بتيجي بجشمه اماميه تورني 3 سرعات، وبتيجي ب 10 سرعات ورا، جشمه من نوع A7. واللي ما يعرفش A7 ديت جايه من ايه، تعالوا نمسك تاريخ الشركه ديت. في شركه اسمها LTWOO، مش عارف بقى تنطق ازاي، ليتفو اي مش عارف. تمام. الشركه ديت بدات في سنه 2017 في انتاج قطع غيار اكسسوارات العجل. بدات انها تعمل شفترات للعجل الماونتن، وبعد كده تطورت شويه، عملت دورات للعجل الرود، وعملت فرامل، وعملت جدون. بس اللي احنا شفناه في مصر هنا الشفترات
الاي 2 والاي 3 موجود في عجل ترينكس اللي هو الام 100 والام 100 برو والام 200، و الاي 7 موجود في الام 50، وموجود برضو ار 7 ديت في تقريبا اسمها ار 7 مش فاكر، ديت موجوده في الجالاكسي ار ال 500. تمام. النوع دوت انتشر جدا بره في دول شرق اسيا، في الصين وكده، وبدا ينتشر في اوروبا. والنوع دوت داخل ينافس شيمانو، وداخل ينافس اس رام والكامبانيولو، بس طبعا بسعر اقل ومواصفات حلوه، بس صيني. ما عايز اقول لكم ان معظم الحاجات صيني برضو، بس ما نعرفش ايه. فالشفترات دي لحد دلوقتي ما شفتش عليها اي مشاكل. ايه تاني؟ نرجع بقى لمراجعه عجلتنا النهارده. تمام. العجله بتيجي بمساعد امامي 100 مللي من نوع اس يو اس، ودي انا اول مره اشوف اسم الشركه ديت. المساعد ده بيجي بناحيتين، ناحيه كويل يعني سوسته، والناحيه الثانيه زيت. انا ما فتحتش مساعد قبل كده، بس المفروض ان هو بتضغط على زيت زي بتاع العربيات كده بالظبط يعني. وبيجي بلوك، والحلو جدا في العجله ديت ان اللوك بريموت في الجادون، يعني وانت ماسك الجادون كده تقفل تفتح وانت فوق. عجلتي انا بعاني من الموضوع ده، لازم انزل تحت على المساعد واقفل اللوك وافتح اللوك، انما اللي فوق تك تك شكرا. والعجله بتيجي بيه جادون كبير، انا ما قستوش الصراحه، بس هو تقريبا 65 70 سنتي. انا اللي في عجلتي 78 سنتي او 75 سنتي حاجه زي كده. والحلو في العجل الماونتن كل ما الجادون يكبر التحكم بتاع العجله يبقى احسن. العجله بتيجي بطارات عاديه مش هرمي، عشان في العجل الماونتن ما بيجيش طارات هرمي. ليه؟ علشان الكاوتش بتاع الماونتن تخين، فالكاوتش بيمتص صدمات اصلا، فانت لما تبقى ماشي او تتنطط او تعمل اي حاجه الكاوتش هو اللي بيمتص صدمات، الصدمه ما بتروحش على الطاره على طول. الموقع قايل ان العجله بتيجي بكاوتشات سي اس تي، الكاوتشات كويس طبعا، بس هنا شفت فيها بكاوتشات كندا وشفت فيها بكاوتشات اس تي اس سي اس تي، بس مش فارقه كتير يعني، كل الكاوتشات هنا يعتبر واحد يعني. الحلو بقى في العجله ديت الكرنك بتاعها بقلب اكسترنال بوتوم براكت، اللي هو قلب رمان بيلي، ومحطوط بره مش بيلي راس، لا رمان بليه من هنا والبليه من الناحيه الثانيه. قلت لكم الصوره ليه دلوقتي برضو دوت. ايه فايدته؟ فايدته ان هو بيبقى انعم واسلس، وعمره الافتراضي بيبقى اطول واحسن بكتير من الكرنك اللي هو العادي اللي هو بيلي راس من جوه، اللي هو بيبقى حته مصمت كده، بيبقى مربع مدور هكذا يعني، بيجي كده. انا عانيت منه الصراحه، معايا في عجلتي بيطقطق وباظ، وجبت واحد جديد بيطقطق وباظ في ثانيه مش عارف ايه. فانا ان شاء الله في الابجريد اللي جاي للعجله هغير كرنك وهغير قلب واخليهم كده. طبعا ما ينفعش نركب قلب عادي على كرنك بتاع البوتوم براكت، او قلب بوتوم براكت على كرنك عادي. هي والله عامة يعني، هي ما ينفعش نحط ده مكان ده وده مكان ده، دوت ليه قلب بتاعه ودوت ليه كرنك بتاعه والتاني غيره مختلف. نيجي بقى حته كده، لو تفتكروا المتابعين القدام في القناه، سفريه جمصه في حته اتقصت من النص كده في الفيديو، قلت لكم هقولها لكم بعدين. السفريه دي بقى اكتر من سنه ونص. ساعتها كان جالاكسي كان راعي جروب مشوار، فروحنا عنده المصنع في جمصه، اتفرجنا على العجل هناك وجربنا كل العجل، وكانت تجربتي للعجله ديت. عايز اقول لك ان المصنع قال لنا خدوا جربوا العجل ودغدغوه، اعملوا فيه اللي انتوا عايزينه، نشوفوا العجل هيستحمل ايه ومش هيستحمل ايه. انا خدت العجله دي جربتها، جريت بيها في حته حفر، قعدت اتنطط بيها شويه، اشوف المساعد، اشوف الشفترات، اقف على البدال وادي سرعات وانا واقف، اشوف الجشمه بتستجيب معايا كويس ولا لا، المساعد هيستحملني ولا لا، الفرامل قويه ولا لا. وكان الاتي اللي حصل. اول حاجه انا متعود على عجله الجاينت انها مدياني اداء عالي، تمام، مدياني اداء ان انا هنقل بسرعه الجشمات، واداني اداء الفرامل بتاعتي قويه، والمساعد بتاعي سنتور زيت، تمام. فانا لما جيت اجرب فانا نزلت من حاجه اعلى لحاجه اقل، مش اقل في الامكانيات قوي. اي نعم عجلتي 8 سرعات بس ورا، دي 10 سرعات، هي مش اقل في كده، بس دي شيمانو وديت اي 7، فما كنتش اعرف كده، بس انا كنت عارف بقى الفرامل والمساعد المفروض ان اللي في عجلتي احسن، تمام. لما رحت جربت العجله، الفرامل يعني زي فرامل عجلتي بنسبه 80%. انا الفرامل بتاعت العجله بتاعتي من نوع تك ترو، اسمها تك ترو، ديت انا مفضلها جدا، وديت انا حاببها، ان هي الخزنه بتاعتها معدن، فصعب انها تتكسر او تتشرخ وكده يعني، عكس الشيمانو كان منزلين بلاستيك فبيتكسر بسهوله. وشفت فرامل كتيره بايظه في الحوار دوت. فعامه يعني الفرامل بتاعتها كويسه مش وحشه، الفرامل كويسه جدا يعني. المساعد بقى هو اللي
خايب املي شويه صغيرين. اي نعم المساعد بتاعها ممتاز جدا، بس انا اتعودت على السنتور اللي هو المساعد القوي اللي هو يستحمل تنطيط ورزع وهبد واعمل كل حاجه. دوت جربت اعمل بيه كده، بينزل ويطلع وناعم وكل حاجه، بس وانا راكبه مش حاسس بيه القوه بتاعت التاني. بس هو ممتاز، يعني هو صراحه ممتاز. قبل ما نقفل الفيديو هنقول العجله ديت ايه مميزاتها وايه عيوبها، ونبدا بالعيوب. العيوب اللي انا شايف العجله دي الصراحه قليله جدا. المساعد مش ممتاز جدا بس جيد جدا، يعني المساعد حلو بتاعها. مش هنقول عليه ان هو وحش، يعني مش هحطها في العيوب. والله مش عارف الاقي عيوب ايه في العجله دي. زي ما انتم شفتوا العجله كان وزنها 15 كيلو ونص. في ناس ممكن تفتكره تقيله شويه، بس العجله ديت مقاس 29. اللي انا وزنتها دي كان مقاسها 29. ال 27 ونص ما رضيتش اوزنها يعني، او 27 ونص انا ما وزنتهاش، اكيد اخف من كده بشويه. يعني عجلتي انا الجاينت وزنها 14 كيلو ونص، فرق كيلو واحد بس عن العجله ال 29 اللي فيها سرعات اكتر، اللي هي الجالاكسي ام 50. تمام. نيجي بقى لمميزات العجله دي اللي انا شايف كلها مميزات الصراحه. عجله بسعر 4000 جنيه ل 4500 جنيه بتديك 10 سرعات خلفيه، 3 سرعات اماميه، مساعد زيت بلوك في الجادون، بتديك فرامل هيدروليك كويسه جدا من نوع لوجان، بتديك قلب بوتوم براكت اكسترنال بوتوم براكت، وكرنك الماونتن اللي هو تروسه صغيره. الماونتن بيبقى عاده تروسه صغيره مش كبيره، يعني مش هتلاقي عجله ماونتن فيها كرنك 48 سنه، هتلاقي كرنك 42 سنه و36 سنه و22 و26 او 22 سنه او 32. يعني هو تروسه قليله، حجمها قليل بس بتديك سرعات حلوه يعني. وبتاخد برده كاسيت 10 سرعات، فهو الصراحه ممتاز وناعم. والسره بتاعته برده سره ممتازه. مش فاكر السره كان نوعها نوفا تك ولا جوي تك تقريبا، انا فاكر انها جوي تك مش نوفا تك. للاسف انا سقطت الموضوع ده وانا بصور. مين بقى تنفع مين العجله دي وما تنفعش مين؟ تنفع في السفر، تنفع في السفر. تنفع في الرياضات الخفيفه، تنفع في الرياضات الخفيفه. تنفع ان انا عايز انزل الف لفات كده واروح اجيب عيش واجيب طلبات للبيت واجيب حاجات هنا واروح هنا واروح هنا واسافر وانزل واعمل كل دوت واتمرن بيها كمان. العجله دي تنفع في كل الحاجات ديت. ليه؟ لانها ناعمه وخفيفه مش تقيله، وسرعتها سرعات تمرين اللي هي 10 سرعات ده اصلا معمولين للتمرين. الصراحه ممتازه. انا لو ما كانش معايا عجله الجاينت كنت هجيب العجله ديت، او كنت هجيب الاكس 22 اللي هنعمل عليها مراجعه قريب ان شاء الله. ديت الصراحه عجله برضو جباره برضو، يعني امكانياتها بقى جباره. شفتوا الامكانيات الحلوه ديت؟ تدفع 2000 جنيه بس زياده وتاخد حاجه ليفل وحش بقى، حاجه ليفل وحش. فانتظرونا بقى في الفيديوهات الجايه، في مراجعات كتير، في حاجات مختلفه كتير. في يوم الجمعه الجاي حاجه سبق ما حصلش في مصر قبل كده، مش عايزين نحرق الدنيا وبس. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.